والاصدقاء كما كتعرفوا مؤخرا موجه كبيره ديال الذكاء الاصطناعي. كتفتح يوتيوب كتلقى فيديوهات ديال الذكاء الاصطناعي وما كتعرف منين تبدا. هو الاشكال دابا اللي واقعين فيه الاغلبيه ديال الناس، يعني باغي يتعلم الذكاء الاصطناعي وباغي يتعلم مثلا لي زوتي ولكن ما عرفش من يبدا، او عنده مثلا واحد الفكره وما عرفش اين ذكاء اصطناعي يبغي يخدمها. هذا هو الفيديو اللي غادي يعاونك اليوم ان شاء الله باش تعرف الذكاء الاصطناعي وكيفاش توظفه في ديك الحاجه اللي راك باغي، سواء راك باغي تصويره تخدمها. هذاك الشيء صراحه بانال سهل، لان دابا كلشي ولا يعرف كيفاش يقاد التصويره، كلشي ولا كيفاش كيقاد يعرف يقاد مثلا صوت. باغي ندخلوا في الصح كيفاش مثلا غادي ناخذ مثلا واحد الفكره ديال شي تطبيق معين عندي في الراس، شي فكره ديال مثلا شي ابليكاسيون تطبيق مثلا كيدير شي خدمه معينه كيحل واحد المشكل. عندي مثلا الفكره ديال موقع الكتروني كيقدم واحد السيرفيس معينه وما عرفتش مثلا كيفاش نحط هذوك لي بوين، هذوك الافكار ديالي نحطهم على ارض الواقع. هاني جبت مثلا المستخدمين، عندي الزوار ديال الموقع، كيفاش غادي نستخلص لا فالور ديالي ولا كيفاش غادي نستخلص المقابل ديال الخدمه اللي كنخدم، خصوصا الا كانت عندي شي خدمه يعني كنت كنحل شي مشكل كبير لشي نيش معين ولا شي كوميونيتي معينه. دونك هذا هو الفيديو اللي غادي نشوفوه اليوم، ولكن قبل الله يخليكم خليو واحد سبسكرايب، خليو واحد لايك. كاين واحد الكونسيبت دابا مهم اللي خص الانسان يعرفه، SaaS سيرفيس از سوفتوير. شحال هذه كانوا مثلا اللي كيبغي يقدم واحد السوليوشن واحد النيش ولا واحد مجموعه ديال الناس معينين، سواء اساتذه سواء معلمين سواء طلبه سواء شي مجموعه مثلا خدامين في الكوميرس او شي مجموعه مثلا رياضيين، كيبغي يقدم لهم واحد الحل، كان كيقدم لهم داك الحل سو فورم واحد السوفتوير، واحد السي دي ولا شي حاجه شي يو اس بي شي لعبه. نو دابا تبدلت الوقت، داك السوفتوير تقدر تبيعو از سيرفيس، يعني از كخدمه فورم ويب ابليكاسيون، لان دابا حنا الجينيراسيون العهد ديال لي سمارت فون اكسيتيرا. دونك كنهضروا على لي سمارت فون، كنهضروا على لي سيت ويب اكسيتيرا. دونك نقدر نقدم هاد الخدمه سو فورم سيت ويب ولا سو فورم ويب ابلي. هنايا كيدخل الاي اي. كيفاش غادي نحول الفكره ديالي من مجرد فكره الى تطبيق ملموس كيساعد الناس. كاين بزاف ديال المواقع اللي انا شخصيا جربتهم وفي بناء الموقع، ولعلمكم انا استاذ لغه انجليزيه، يعني خدمت از فريلانسر از ديزاينر، خدمت في بلندر اكسيتيرا، ولكن I have never had the experience ولا ما كانش عندي من قبل يعني الفرصه باش انني يعني نديفلوبي واحد لو سيت ويب ولا ابليكاسيون. ما كان عندي حتى فكره بخصوص البروغراماسيون ولغه البرمجه، لان كان داك الشيء صعيب وكياخذ الوقت. ولكن دابا الحمد لله الوقت تبدلت بزاف. جربت بزاف ديال المواقع ديال كيفاش تبني واحد لو سيت ويب. اول موقع جربته هو لوفابل. هذا الموقع صراحة صعيب في الخدمة. It's really good. It can give you many functions with a lot of accessibilities. However, فاش كتوصل لواحد المرحلة معينة من الابليكيشن ديالك كيبدا يتبلونطا وكيبقى ياكل في التوكنز، يعني ما خصك انك تبقى you have to pay. حتى مؤخرا تعرفت على كلود. نقدر نقول لك it's the first and top AI for making website without doubts, with no doubts, with zero doubts. يعني اللي باغي يدير واحد الابليكاسيون ديالو ولا باغي يدير واحد الاي اي ولا باغي يدير واحد الويب يدير كلود. كتكونيكتيه مع الجيت هاب ديالك. هذا الشيء ساهل، انا ما كنتش كنعرف هذا الشيء في الاول ولكن ساهل. غادي نوريكم في التالي لو سيت اللي درت واحد لو سيت ديال الطلبه ديال المغرب. غادي نلونسيوه ان شاء الله في ماي. ودرت هاد لو سيت ويب ويز زيرو اكسبيرينس، فقط كنت كنهضر مع كلود، هاي هاو ار يو، اي وانت تو دو ذيس، اي وانت تو دو ذس، وكيعطيني كيقول لك شوف يو هاف تو دو ذيس، ستيب نمبر 1، ستيب نمبر 2، يو هاف تو دو ذيس. والصراحه تعلمت بزاف. بيلدين ويب سايتس اند ويب ابليكيشنز. كتعلم كاين واحد الكونسيبت سميتو ليرنين باي دوين، يعني ما كتعلمش بحال داكشي اللي كنا كنقراوه ديال الانفورماتيك، يضغط هنا دير هنا، عاد
يعني كتاخذ المعلومات عاد كتشوف فين غادي توظف هذاك لو سافوار. نو فاش كدير ليرنين باي دوين يعني كتخدم في دي بروجي كتكريو سواء انت سواء دي بروجي ديال الناس اخرين سواء كتعاون ناس اخرين فكتعلم من خلال الممارسه. يعني مثلا اليوم تعلمت شنو كيدير هذا السيت ويب. مثلا تعلمت شنو هي جيت هاب هي واحد البلاصه كي مثلا كيكون فيها هذاك المعلومات ديال الموقع ديالي حاجه انا عقلت عليها. المره الجايه غادي ندوز لحاجه اخرى في البروجي الجاي غادي نبدا من هاد الامور اللي تعلمتها دابا ديجا راهم عندي تعلمتهم. دونك البروجي الجاي ما غاديش نبدا كيفاش ندير الان سيت ويب شي امور ديجا غادي يكونوا عندي يسي غادي ندوز next level etc. Cloud is the best ultimate tool and the best tool for making web app. غير واحد المسألة مهمة الأصدقاء اللي خصنا ضروري نعرفوها هي أنه قبل ما ندير ماي ساس بيزنس قبل ما نفكر في ساس بيزنس خصنا نعرف بعدا واحد الحاجة أساسية شنو هو البروبلم that I want to solve. لأن فاش كنلقى هذاك لو بروبلم اللي أنا باغي نعطي ليه حل هذاك هو الكنز ديالي. كتشوف واحد النيش معين الكوميونيتي معينه كتشوف واحد لو بروبليم عندهم تقدر انت تكون هذيك الكوميونيتي. فور اكزامبل يو ار انجلش تيتشر كتشوف الاساتذه مثلا كيعانيوا من واحد المساله اما واحد شي بلان معين انت كتقدم واحد الحل وكتقدمه ان ويز ان سمارت واي بواحد الطريقه اللي كتكون افيكاس وكتجازى كتاخذ القيمه ديال هذيك لا كرياتيفيتي ديالك وهذاك السولوشن اللي كتعطي. ذيس از ساس بيزنس. كانوا هادو غير بعض لي زيدي شاركتهم معكم على الساس بيزنس على هذا الموفمون اللي كان دابا خص الواحد ينخرط فيها وخصو يتعلم الاي اي. نساو اي حاجه اخرى من غير الاي اي تعلموا الاي اي ليرن انجلش ليرن اي اي كما قال المؤسس ديال اي ثينك كلود او شات جي بي تي قال لهم هذا العصر ديال الانسان اللي عنده الافكار. دابا عندك فكره تقدر تمشي بها بعيد لان ما بقاتش شي حاجه سميتها خصني ديزوتيل او خصني ما عارفش او everything is possible as long as you believe. كان معكم امين بويدي. thank you so much.